الإنسانية تسير في طريق إلغاء الجنسيات، لأن العالم الذي أصبح كوكبة من الدول يعود تلقائيا إلى طبيعته في أن يصبح قرية صغيرة، كما بدأت البشرية بقرية صغيرة. وهذا هو أقصى ما يمكن للعالم أن يحققه من تقدم إنساني. فلطالما قامت الحروب والنزاعات واستمرت على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو ديني أو مصلحي. آن الأوان للعالم أن يتخلص من الجنسيات، وأن يكون الإنسان مواطنا كوكبيا، أي أنه ينتمي إلى كوكب الأرض فحسب. وأعتقد أن الزمن سيحقق هذا عن قريب، لكن إلى أن يتحقق هذا نجد كثيرا من دعاة الطين بمعنييه القريب والبعيد. الطين بمعناه القريب هو أن تنسب الناس إلى طينة معينة، بينما الأرض كلها من نفس الطينة. معنى يعرفه الفلاحون الذين كانوا يؤمنون بملكية الأرض، وامتد من الفلاحين أو المزارعين أو من حضارة الزراعة ليسيطر على مفاهيم سياسية ترسم الحدود وتبني الحدود وترسم الأسوار وتقيم الأسوار، إلى آخر هذه الطائفة من الصراعات التي امتدت طيلة القرون الخمسة الماضية. أما الطين بمعناه البعيد أو بمعناه البلاغي فهو أنه شيء مقابل للسماء، في مقابل سماء الحرية وسماء الإنسانية وسماء المساواة وسماء الكرامة الإنسانية. نجد من يذهب بالكرامة الإنسانية لتكون مرتبطة بالأرض، فيقول لك إن الديمقراطية لا تصلح في البلدان النامية، وكأن شعوب البلدان النامية من طينة مختلفة، لمجرد أنهم وجدوا على طينة مختلفة أو على أرضية مختلفة. هذا هو جوهر الصراع الذي تبدى وتفجر في الخليج العربي، وبالتحديد في دولة الإمارات عقب الانقلاب العسكري المصري. فقد كان من الضروري احتواء الآثار المنتشرة لمعارضة هذا الانقلاب ولشكب هذا الانقلاب. وقد وجد الساسة الأمنيون أن التهديد بسحب الجنسية هنا أو هناك أو هنالك يمكن أن يؤدب هؤلاء، وكأن الإنسان يخرج من الأرض إلى غير ملكوت الله، بينما الأرض كلها هي ملكوت الله. الأرض المسكونة، الأرض المعمورة، تعبيرات استمرت على مدى قرون قبل أن تنشأ الجنسيات والدول بحدودها، وأظن أنها ستعود لتحل مشكلة البلدان التي تظن أنها بإمكانها أن تخيف إنسانا بأن تسحب جنسيته أو أن تهدده بأن لا تجدد له جواز سفره، وكأننا عدنا إلى تحويل الإنسان إلى مجرد رقم يبحث عنه من يجرد الإنسانية كل يوم ليجردها من إنسانيتها. الإنسانية الحقة تقر مبادئ اللجوء السياسي التي ترحب بأي إنسان لا يجد كرامته في أرضه. وفي دساتير كثيرة هذا النص الواضح، بل إن دستور مصر الذي أقره الشعب بنسبة تفوق 60% أقر مبدأ قريبا من هذا، وذلك لأن مشروع دستور 54 كان بجهود السنهوري وغيره من القانونيين والمفكرين قد حرص على أن يورد النص على أن أي إنسان لا يتمتع بالحقوق التي تتاح في الدستور المصري له أن يلجأ إلى مصر
ليتمتع بالحقوق التي يتمتع بها المصري. كانت مصر في ذلك الوقت كعبة الأحرار، وستعود مصر إن شاء الله كعبة للأحرار وليست طاردة للأحرار.